ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو دوت هعلمك طريقه متجربه وسيستم تمشي عليه تجيب بيهم اكبر عملاء واعلى يوتيوبرز تشتغل معاك. انا عارف ان انت عايز تبقى فريلانسر وتبدا رحلتك في مجال العمل الحر، لكن الحاجه الوحيده اللي موقفاك هي ان انت تلاقي اول عميل، وده عشان انت بتقعد اسابيع وشهور تجرب وتقدم على شغلانه والتانيه والتالته، بس الطريقه اللي انت ماشي بيها مش جايبه نتيجه. معظم الناس اللي بتبعت رسائل للعملاء اللي عايزه تشتغل معاهم مش بيبقوا عارفين ايه اللي المفروض يتكتب وايه لا، والموضوع بيوصل ان العميل مش بيرد على الرساله وساعات مش بتتشاف اصلا. عشان كده عملت لك خطه متكونه من 5 خطوات بس، لو مشيت عليهم بالترتيب هتجيب اول عميل ليك في نهايه الفيديو دوت. اهم حاجه لازم نحددها قبل ما نبدا الخطه اللي احنا هنمشي عليها، وهي ايه هو نوع الحاجات اللي انت هتشتغل عليها كفيديو اديتور فريلانسر. انت هيبقى قدامك نوعين، اول واحد هو اللونج فورم فيديو، وتاني حاجه اللي هو الشورت فورم فيديو. وانا عارف ان انتوا معظمكم بيعرف يشتغل الحاجتين، لكن الافضل تختار حاجه واحده دلوقتي، واللي هي الحاجه اللي انت بتحب تتفرج عليها وانت في وقت فراغك. عشان كده ادخل على اليوتيوب بتاعك وخش على الواتش هيستوري بتاعك او الحاجات اللي انت اتفرجت عليها قبل كده، وشوف ايه اكتر حاجه كنت بتتفرج عليها، وبكده يبقى انت عرفت انهي نوع بالظبط هتشتغل عليه. نيجي بقى لاول خطوه وهي السيت اب، واللي هو عباره عن شكلك قدام العميل. عشان تعرف تجيب الهاي باين كلاينتس او العملاء اللي مستواهم عالي وعندهم الاف وملايين السبسكرايبرز والفولورز وكده، حاول تخلي كل السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها في شغلك شكلها بروفيشنال. حتى الجيميل بتاعك ما ينفعش الصوره اللي انت تبقى حاططها تبقى شكل الحرف الواي او الاس او الام اللي جوجل بيحطوا لك، او صوره الانمي اللي انت بتحب تتفرج عليه. الموضوع مش عامل زي لينكد ان والصوره لازم تبقى بدله وكده، لكن انت لازم الصوره بتاعتك تعبر عن نفسك. جرب تخش على اليوتيوبرز، جرب تخش على الفريلانسرز المعروفين وتخش تشوف الصوره بتاعتهم معموله ازاي، واختار ستايل واعمله لنفسك. غير السوشيال ميديا بتاعتك، انت ممكن كمان تعمل في الويب سايت لنفسك تعرف فيه الناس شغلك والسكيلز بتاعتك، وتعرف فيه الناس ليه يشتغلوا معاك انت بالذات، وايه الشغل اللي انت عملته قبل كده، وايه اللي هتقدمه لهم. بعد ما تخلص اول خطوه هتيجي للخطوه الثانيه وهي الهيت ليست، او لسته العملاء اللي انت هتستهدفها. اما تيجي تعمل الليسته دي تفكر في نوع المحتوى اللي انت بتحب تتفرج عليه، سواء كان جيمنج، اخبار، جيم، طبخ، عشان تبقى شغوف باللي انت بتعمله ويبقى ما عندكش مشكله ان انت تبذل وقت ومجهود بحيث ان انت تطلع احسن حاجه ممكن توصل لها. ده غير اللي انت تبقى عارف المنافسه ماشيه ازاي في المجال دوت، وهيبقى عندك افكار كتيره جدا ممكن تحطها في الفيديو. وعشان تعرفهم برضو ادخل على الواتش هيستوري بتاع اليوتيوب بتاعك وشوف اكتر يوتيوبرز كنت بتتفرج عليهم مين، او ممكن تدخل على موقع اسمه واي تي جوبز، وده هتلاقي عليه كل الكرييتورز اللي محتاجين حد يشتغل معاهم. بص على المجال بتاعك هناك وبص على اليوتيوب وشوف الكرييتورز اللي انت عايز تشتغل معاهم واعمل لسته بيهم، عشان دول اللي انت هتبعت لهم رساله واحد ورا التاني. خلاص عملنا الليسته بتاعتنا، ازاي بقى نتواصل مع الناس المشغوله فشخ دي؟ ودي هي الخطوه الثالثه، فري سامبل فيديو. الحمد لله بتوفيق ربنا انا اشتغلت مع كريتورز كتير ويوتيوبرز معروفين، والحاجه الوحيده او مش الوحيده يعني المشتركه ما بينهم وهي ان الدي ام بتاعهم والانبوكس بتاعهم مليان رسائل ناس عايزه تشتغل معاهم. عشان كده افضل طريقه تبين بيها نفسك هي الفري سامبل فيديو. والهدف من الموضوع ان انت تبقى رسالتك مختلفه جدا عن باقي الناس، واللي هي بتبقى معظمها انا اسمي محمد او اسمي عزيز، انا بشتغل فيديو اديتور وشغال بقالي 7 سنين في المجال، اتمنى ترد عليا. ودي بالظبط هي الرساله اللي انا بشوفها على طول اما بمسك الاكونت بتاع اي عميل شغال معاك. عشان كده رسالتك هتبان مختلفه شويه. اليوتيوبر اللي انت هتبعت له او الكريتور اللي انت هتبعت له هياخد باله قد ايه فعلا انت مستعد تعمل الشغل بتاعه، وهيلاحظ كميه المجهود اللي انت حطيتها في الفيديو بتاعه وقد ايه فعلا شغلك كويس. الطريقه اللي انت هتعمل بيها كده هي ان انت تجيب فيديوهات قديمه جدا ليه، او فيديوهات مش معمول لها اديت زي الفيديوهات البودكاست اللي بتبقى على اليوتيوب. بحاول تعمله احسن حاجه عن طريق ان انت تحط ساوند افكتس، بي رولز، تايتلز، تعمله كلر جريدنج وتحط جرافيكس، كل حاجه تقدر تعملها عشان فعلا تبين جوده شغلك. وخد بالك وانت بتعمل الايديت ان انت لازم تمشي على الجايد لاينز بتاعتهم، لان معظم الناس اللي انا بشوفها شغاله لما ببعت لها فيديو بلاقي اللي هو بيمشي على الجايد لاينز بتاعته هو، الوانه هو، الخط اللي هو حاطه شايفه حلو، الايقونات اللي هو شايفها حلو على الفيديو. دي حاجه حلوه ان انت تحاول تبتكر وتعمل ستايل خاص بيك، بس لو هو اصلا شغال قبل كده حاول تمشي على الجايد لاينز اللي هو وصل لها اخر حاجه، وده عشان هو يعرف قد ايه انت تقدر تلتزم بالجايد لاينز بتاعته اللي هو عايز يمشي عليها. طبعا جه الوقت اللي ناس كتير جدا هتكتب لي وتقول لي وانا ليه اعمل المجهود ده كله واضيع الساعات دي كلها على حاجه ممكن ما تتشافش، ولو اتشافت ممكن ما يشغلنيش اصلا. احب اقول لك اهلا في عالم الفريلانسنج. اوعى تستخسر مجهودك ووقتك واللي انت هتعمله في الفيديوهات ديت، عشان بجد هتفرق معاك. حتى لو العميل ما اشتغلش معاك هتبقى على الاقل عملت بورتفوليو لنفسك تقدر تقدم بيه على شغل مع حد تاني. دلوقتي انت في مرحله ان انت عملت الهيت ليست بتاعتك، اخترت اول يوتيوبر وكمان عملت الفيديو بتاعه، وجه وقت الخطوه الرابعه وهي ان انت تتواصل معاهم. خد بالك الخطوه ديت مهمه جدا لان معتمد عليها كل اللي فات. كل اللي انت هتعمله هتبعت لهم رساله بروفيشنال زي دي مثلا، وقف عشان تقراها. الرساله دي بتقول لهم فيها انت ليه عايز تشتغل معاهم، وايه الحاجات اللي انت ممكن تقدمها عشان تحسن الكواليتي بتاعت الشغل بتاعتهم والقناه بتاعتهم او الاكونت بتاعهم، وايه الطرق اللي يتواصلوا معاك بيها. انا بحب التايتل بتاع الايميل بتاعي او اول الايميل بتاعي يبقى مكتوب فيه حاجه كاتشي شويه، وهي اسم القناه بحروف كبيره
ودقت كلمه سامبل فيديو. بس برضه بيبقى عندي قلق ان الرساله بتاعتي تروح في وسط الاف الرسائل اللي بتوصل للعميل. عشان كده احنا مش هنكتفي بالايميل اللي احنا هنبعته، لا ده احنا كمان هنبعت لهم على اكتر من منصه، ونحاول نتواصل معاهم على اكتر من مكان. واكتر منصه الكريتورز واليوتيوبرز بيحبوا يقعدوا عليها هي تويتر. ميزه تويتر ان انت ممكن تنزل الفيديو بتاعك وبكل المحتويات بتاعت الايميل اللي انت لسه عامله تنزلها في تويتر، وبكده مش بس العميل هو اللي هيشوف الرساله ديت او التويته ديت، لا ده في ناس كتير جدا ممكن تشوف الفيديو وتبقى عايزه تتواصل معاك عشان تشتغل معاك، وبكده يبقى انت جبت عملاء بطريقه غير مباشره. دلوقتي بعد ما بعتنا ايميل للعميل وتواصلنا معاه على اكتر من منصه واكتر من مكان، جه دور الخطوه الخامسه، تقفيل الديل. خد بالك ان العملاء اللي اتكلموا معاك دول هم ناس شافوا شغلك وقدروه وعشان كده عايزين يشتغلوا معاك. عشان كده ما تيجي توصل لمرحله التسعير، نصيحة مني اوعى تقلل من قيمة شغلك وتقول رقم قليل. حط سعر مناسب للشغل بتاعك، مش بقول لك علي الرقم وخلاص، لا حط سعر مناسب انت راضي بيه تشتغل بيه على طول، لان في ناس كتير جدا بتقول رقم قليل على امل ان يبقى قدام ان شاء الله السعر يزيد، وده بيوصل لهم لمرحلة فقدان الشغف وان هم بيبقى بيرند اوت. انت ممكن تسعر خدماتك بالشهر، بالاسبوع، بالفيديو. انا عن نفسي بحب اسعرها بالساعه، شوف اللي عاجبك فيهم. انا عن نفسي عامل فيديو مخصوص عن التسعير، ممكن تشوفه في اللينك دوت وهحطه لك في الديسكربشن، هتلاقي عليه كل حاجه عن التسعير وازاي تسعر خدمتك وايه الرقم اللي انت المفروض ما تقلش عنه. وبكده يبقى خلصنا الفيديو. بس قبل ما نخلص حابب اقول لك حاجه صغيره بس. دلوقتي ان شاء الله انا وفضل هنعمل جروب على الفيسبوك والتليجرام، بس الاول هنعمله على الفيسبوك بحيث ان الناس اللي عايزه تتواصل معانا تقدر تخش تكتب اسئلتها كلها وتنزل سكرين شوتس للحاجات اللي هي عايزه تسال عنها، لان في ناس كتيره جدا كلمتني وبتقول لي دلوقتي احنا حصل معانا 1 2 3، بقول لهم ابعتوا لي السكرينز ديت على الانستجرام، وساعات الرسائل بتاعتهم ما بتوصلش او ساعات الرسائل بتاعتهم بتضيع في نص الرسائل زي ما انا كنت لسه بقول. فايه رايكم هنزل لكم اللينك بتاع الجروب دوت ان شاء الله، انا وفضل هنرد على كل الرسائل اللي فيه، واتمنى الجروب دوت يبقى كوميونتي لينا كلنا بحيث ان احنا نرد على بعض. لو انا لسه ما ردتش على حد وانت تقدر تجاوب عليه اتمنى ان انت تجاوب. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتي انا وفضل عبد العزيز، او برضه هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، واتمنى تشاركوها مع اصحابكم. شكرا.